واش هذوك ديال التامي. زيدي ديال هذوك الدروج ديال التامي حبيبي. زيدي. قبل ما نبدا الحلقه الاخوان غادي نسولكم واحد السؤال، واللي جاكم هذا السؤال ماشي تلهيه وربما غير منطقي. يقولوا لي انت مبارك سير راك كبير راك حمق دون على قد عقلي. الا بان لكم داكشي غير منطقي اللي كنقول، راه قولوا لي انت سير للسبيطار الحماق، راه انت لا تستحق تعيش معنا في هذا الكوكب بالارض، لان التفكير ديالك بعيد علينا بزاف. غادي نسولكم واحد السؤال الاخوان اللي هو شنو هي اهم اخيب حاجه تقدر توقع لك في هذه الحياه؟ شنو هي؟ الحب، لاف، الاحراج، بزاف ديال الحوايج. ولكن غنقول لكم الاخوان، وكاين اللي غيقول لي الاحراج. اخويا مبارك انا يوقع لي الاحراج، كنت في الوسط القسم باغي نسول الاستاذ ديالي على شي حاجه ولا لي كواس ولا اي حاجه كما كانت النوع ديالها وما فهمتهاش، وسولت الاستاذ ديالي وقال لي وقمعني قدام الزملاء ديالو وتفرشخ عليا بنادم. هذه هي صراحه الله شخصيا المغاربه، الشعب المغربي وقعت له اكثريه الشعب المغربي وقع له هذا المشكل. هذا راه مشكل عويص بزاف كنواجهوا في دونوتر لوزيتي في مجموعه ديال المدارس اللي هي عموميه. راه كاين مجموعه ديال الاساتذه لا للغه التعميم، ولكن راه كاينين شي اساتذه فعلا كيديروا هذا الفرزيات هذا معانا وهذا ما معاناش. راه طبيعه الحال قلت لكم الاخوان، راه ماشي كلشي طبيعه الحال. راه اي بلاصه كتمشي ليها انايا كنامن بواحد المقوله، اي بلاصه مشيتي ليها راه كاين حجر وطوب، ولكن راه كاينه واحد النسبه كبيره ديال الاساتذه كتبغي تفشل التلاميذ، كتبغي طيح ليهم الكورال ديالهم، كتبغي طيح ليهم بزاف ديال الحوايج قدام الزملاء. ولكن حنايا كزملاء في القسم كيبدا يضحك عليك بنادم وانت كتحقد. راه كاينين مجموعه ديال التلاميذ، كاينين مجموعه عباد الله ديال التلاميذ اللي كيبغيو يقراو وعندهم واحد المستقبل اللي زاهر، وكاين ويقدروا الا كملوا قرايتهم يقدروا يهزوا البلاد وينافسوا بها مجموعه ديال الدول اللي كاينين الفوق. تخيل معايا الصعوبه يا استاذي العزيز قبل ما ترتكب اي حاجه. راه مهنه التعليم راه واحد المهنه اللي حساسه بزاف، خاصك تشوف تراعي الحقوق ديال التلاميذ، خاصك تراعي النفسيه ديال التلاميذ، خاصك تراعي بزاف ديال الحوايج. لذلك راه اهم حاجه في الحياه، اهم حاجه في المجتمع راه هي الدراسه، باش نكون معكم واضح. ولذلك المهنه ديالكم الاساتذه راه صعيبه بزاف. راه ما يمكنش انا مثلا يجيني واحد التلميذ ونبدا نقمع فيه، نبدا نعطيه شي هضره اللي صعيبه بزاف اللي غادي ما يتحملهاش هو. ومجموعه ديال التلاميذ كيفاش كيقمعوا شي استاذ ربما كيكون هو ضعف شخصيه الى اخره، وهذا احتمال اللي صعيب لانه في ديك اللحظه ما كيفكرش وباقي صغير وكيخرج من القرايه. ومن بعد راكم عارف شنو كيدير، كيمشي مع الاصدقاء السوء. من بعد ما كيمشي مع الاصدقاء السوء كيكون واحد الشخص اللي شمكان الله يعفو، كيبدا يشرب، كيبدا يسكر، كيبدا يدير بزاف ديال يديرهم في 16. ولذلك انت السبب استاذي العزيز، انت السبب. لو انه بدلتي طريقه ديال التعامل ديالك مع الاساتذه مع التلاميذ مع التلاميذ طريقه اللي مزيانه، راه ما غاديش يخرجوا بينما غادي نستافدوا منك نحن كشعب بصفه خاصه، وكذلك بشكل عام الدوله غادي تعتمد عليه وغادي تاسس عليه بزاف ديال الحوايج، وغادي يساعد الدوله اقتصاديا سياسيا اجتماعيا. ناديه كتب بنتي 5. اييه زيدي يا حبيبه. صراحه الله كنتمنى الميساج يكون وصل بافضل ميساج، يكون وصل بواحد الطريقه اللي مزيانه وبديك الطريقه اللي بغيت انا نشرح. لذلك راه كاين شي اساتذه كما قلتها سابقا قبل ما نبدا الحلقه، راه كاين شي اساتذه اللي زوينين اللي كتبغيهم اللي كتحبهم اللي كيعتبرك كاخ كيعتبرك كابن ديالو كيبدا ينصح فيك. انا صراحه طلع عندي مجموعه ديال الاساتذه اللي تلاقيت معاهم في حياتي في المشوار الدراسي ديالي. كاين جوج اساتذه، الاستاذ الاول اللي كيبغي يبدا يقمع فيك ويبدا يضرب فيك الى اخره، وكاين الاستاذ الثاني كيبدا يشجع فيك ولدي سير. واحد الاستاذ والله العظيم الاخوان اقسم بالله الا دائما كيخدم معايا التمارين 10. تخيل معايا ديك الاستراحه اللي كتكون بين 10 و12 و2 و4 و6 دائما كيخدم معايا التمارين. اجا مبارك اجا نخدموا التمارين طاق اكزيرسيس، خصوصا ماده الرياضيات. استاذ اللي واعر بزاف وكنبغي نحييه في هذا المنبر من هذا المنبر اللي الا كان كيشوف الفيديو، لانه استاذ انا كنعتبره كصديق ديالي، كنعتبره كاخ ديالي، كنعتبره كاب، لانني كينصحني بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش راه كاين شي اساتذه اللي زوينين تبارك الله وكاينين في نفس الوقت. ودائما ديك المقوله راه كتطبق في المحل ديالها، والله يجازي بخليه هذاك اللي خرج هذه المقوله اللي البلاصه وين مشيتي راه كاين حجر وطوب. لذلك الاخوان كنتمنى من الله يكون عجبكم الشرح ديالي. واش كتفقوا مع السؤال ديالي اللي طرحت في الاول وجاوبت عليه؟ واش كتفقوا معايا نيت؟ اللي ما كنتوش كتفقوا معايا كتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. وجميع الاراء تخيل معايا جميع الاراء راه محترمه.